انت مستحيل تشتري اي سماعه تاني في 2025 الا لما تشوف السماعه اللي في ايدي دلوقتي دي، والسماعه دي اسمها وينجو ايبودز. وهقول لك دلوقتي 9 اسباب يخلوك تشتري السماعه دي، وخامس سبب هيبهرك جدا. اول حاجه صوتها عالي وواضح، البيس بتاعها محترم جدا. تاني حاجه انها بتثبت كويس جدا في الودان بسبب الكاوتش اللي موجود معاها، وانا بحب النوع ده من السماعات بالاخص لو انت بتجري او بتلعب رياضه او كده، فانت محتاج سماعه تثبت كويس وانت بتعمل الحركه بتاعتك. وبيجي معاك كاوتشات احتياطيه عشان لو اللي معاك حصل فيها حاجه او ادمت تقدر تغيرها. تالت حاجه ليها ابلكيشن بتتحكم في السماعه عن طريقه، والابلكيشن ده موجود منه نسخه للاندرويد ونسخه للاي او اس. رابع سبب الكواليتي بتاعت العلبه والتصميم شكلهم انسيابي وحلو جدا، ومنفذ الشحن بتاعها تايب سي، والشحنه الواحده بتقعد السماعه معاك 72 ساعه. خامس واجمد سبب بقى ان السماعه دي فيها جي بي اس، لو ضاعت منك او هي بعيده عنك مثلا شايلها في الاوضه في حته ما ومش لاقيها، فتقدر تتتبع من خلال الابلكيشن مكانها وتلاقيها، ودي ميزه خرافيه جدا مش موجوده في سماعات اغلى منها بكتير. سادس سبب واللي هي الاكتيف نويز كانسليشن، هنا خرافي خرافي جدا وتقدر تتحكم فيه عن طريق الابلكيشن. السبب السابع انك تقدر تتحكم في السماعه عن طريق اللمس، تبدل لو انت مشغل اي تراك او اي حاجه تقدر توقفه وتشغله وتبدله عن طريق بس اللمس في السماعه. تامن سبب ان المايك بتاعها محترم وكويس جدا في المكالمات. تاسع حاجه وهي سرعه الكونكشن، لما بتطلع السماعه بتلقط على طول بلوتوث في ثانيه. لو انت مهتم تشتري السماعه دي اكتب في الكومنتات كلمه سماعه وانا ابعت لك رساله فيها كل التفاصيل.